السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا متتبعينا الكرام، كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الداعية وسيم يوسف مسكين مدمر معنويا، لا حول ولا قوة الا بالله. الله يشفاه والله يشوف من الحالة ديالو. غادي نخليكم اخوتي خواتاتي مع الفيديو. في عمرك تعلم أن كل ما سعيت له سيكون شتى، ليس نظرة تشاؤمية ولكنها نظرة إدراك لحقيقة وجودك. ستجد أنك كنت تسعى لإرضاء كل أحد حولك ولا ترضي نفسك. دعهم، من أرادك دعه، ومن لا يريدك دعه، ومن أراد قربك دعه، ومن أراد البعد دعه، ومن أراد لك الخير دعه، ومن أراد لك الشر فدعه. إذا أنت وصلت لمرحلة أن تترك الناس كما يريدونهم ستحيا كما تريد أنت. اترك عنك خطوط التحكم بالناس، فالناس حتى رب العباد قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهو رب العباد ترك لهم حرية الاعتقاد والاختيار. وأنت في حياتك يجب أن تترك للناس حرية اختيارك. لا تجبر أحد على البقاء في حياتك ولا تجبر أحد على الخروج من حياتك، إنما دعهم. حينما تصل لهذه المرحلة أنت هنا ستدرك حقيقة وجودك في هذا العالم. عالمنا يا سادة عالم لا يرحم. لا يوجد مشاعر في عالمنا، مشاعرك تجاه أبنائك، زوجتك، عائلتك، لكن وقت المصالح تسقط المشاعر جميعها. فلهذا السبب إذا أنت تركت الناس كما يريدون هم، لهذا السبب ستدرك معنى الحياة إذا أدركت حياة الآخرين. فدعهم ما يريدون وما يشتهون، هنا أنت ستحيا كما تريد وتشتهي. الحب لا يطلب والاهتمام لا يطلب. الحب والاهتمام يدفعه المشاعر، حتى السيارة لو أحببت سيارتك تهتم فيها، حتى نفسك. فلهذا السبب نصيحة، دعهم كما يريدون حتى أنت تحيا كما تريد. لأن الذي يتجول عبر السوشيال ميديا تجد توسل في الحب، توسل في الاهتمام، توسل في كل شيء، فينسى ذاته وينشغل بمشاعر الآخرين. من أحبك سيصل إليك ولو كنت ميتا، وستبقى ذكراك تحوم فوق رأسه، ومن كرهك لن ينظر إليك ولو كنت أمامه. فلهذا دعهم كما يريدون حتى تحيا كما تريد. على فكرة هذا الفيديو ليس حديثا، احتفظت به لأني كنت أريد أن أوصل رسالة واليوم نشرته. قولي اليوم الآن نشرته 13/12/2024، واليوم نشرته ما أعرف التاريخ اليوم. فدعواتكم لي. مع السلامة. الله شافاه والله قواه، وهذا المرض هذا الله يجعل له مغفرة الذنوب والله يصبره. وهنا يا اخوتي خواتاتي وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا بزاف على حسن المتابعة. الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله.